السلام عليكم. هنشوف الفيديو ده ازاي ان احنا عملنا شكل الارو. هل انا اقدر اضيف ارو او اضيف ايموجي جوه الباور بي اي او في الويندوز عامه، يعني ده سواء في الاكسل او في باور بي اي. فهنشوف مع بعض احنا ازاي ضفنا الارو ده. احنا الارو ده عملناه هنا باستخدام فانكشن. هنا لو بصينا مع بعض كده، هنا يوني كاركتر، كل ارو او كل سيمبل موجود جوه الويندوز ليه كود. فهنا ده الكود بتاعه، بس مش ده اللي احنا هنتكلم عليه دلوقتي. ده لو انا عايز اجيب الكود بتاعه وسيرش على الانترنت ازاي ان انا اقدر اجيبه. لا، انا دلوقتي لو انا عايز استخدم نفس الفانكشن دي، فانا هاخد نفس الفانكشن دي كده. انا بقول هنا لو السيلز يير اوفر يير، لو السنه عن السنه قبلها زاد او قل، فهوريكم بس ازاي ان احنا نقدر نعمل الايموجي. فانا هعمل شيفت وحرف الطه اللي هو دبل كوتس، يعني ممكن اعمل زوم اكتر. وبعد كده في الويندوز بقى اللي هي علامه الستارت، اللي هي بتفتح الستارت، اللي هي علامه الويندوز مع حرف الكاف اللي هي السيمي كولن، هيفتح لي الايموجيز الموجوده عندي في الويندوز. يبقى تاني كده، علامه الويندوز مع حرف الكاف هيفتح لي الايموجيز الموجوده في الويندوز. فهلاقي عندي بعض الايموجيز طبعا ما يفضلش يعني ان انا اعمل بقى اللي هو لو الرقم وحش ساد فيس او سمايل فيس، يعني ممكن استخدم التشيك مارك دي مثلا، ممكن استخدمها. ممكن استخدم هنا الجرين سيركل دي مثلا. هنا بقى هيبقى عندي هنا الايموجيز حسب الفيرجن عندك في الويندوز، هيبقى عندك هنا الايموجيز اللي انت تقدر تستخدمها. طب لو انا عايز اختار الارو، مش عايز انا الايه الايموجيز دي، انا عايز اختار الارو، ففي عندي هنا في السيمبلز هلاقي فيه جواها في الارو، عشان انا مختارها قبل كده، بس هي موجوده جوه الجيومتريك سيمبلز. فلو عملت داون كده هنا، هعمل سكرول لغايه ما هلاقي الجيومتريك سيمبلز اهي موجوده. هبتدي اعمل سكرول واحده واحده، هلاقي الاروز موجوده عندي اهي، اقدر ان انا استخدمها. فيبقى انا هنا كده اقدر اضيف ايموجي. يعني لو ضفنا مثلا ايموجي مثلا زي علامه التشيك هنا دي كده، فهختار كده علامه التشيك وهعمل ما بين دبل كوتس بعد كده كوما، وهعمل دبل كوتس تاني، واقدر برضو ويندو او اللي هي علامه الستارت دي مع سيمي كولم او حرف الكاف، وابتدي اختار لو هو داون مثلا سي، ابتدي اشوف ايموجي تاني ممكن يكون مناسب ان هو اعمل داون. زي ما قلنا ما بختارش سمايل فيسز وساد فيسز دي، يعني مش ما يفضلش قوي ان انا استخدمها. ممكن اشوف اي ايموجي يكون مناسب ان انا اعمل يبقى داون، او ممكن استخدم من السيمبلز هنا دي ان هو يظهر الارو ان هو داون، يعني مثلا ده هو اللي هيظهر لو هو داون. فانا حسب الداتا هنا كده الايموجي هيتغير معايا. طبعا هنا عشان في نفس الاسم ارو سيلز، هسميه هنا ارو سيلز مثلا نيو، اي اسم تاني عشان يظهر معايا. ومجرد هنا لما بضيفه، فهنا ده الارو سيلز اهو. لو انا غيرت الداتا الارو اتغير. طبعا بعد كده ممكن بقدر اغير الالوان بتاعته بيزد على الكونديشنال فورماتنج. بس احنا كنا بنشوف هنا مع بعض ازاي ان انا اقدر اختار ايموجيز من الايموجيز الموجوده جوه الويندوز، واقدر ان انا اضيفها في الفانكشن بتاعتي في اف كونديشن عاديه جدا. ممكن مش لازم تكون سيلز يير اوفر يير، ممكن يبقى لو الاكتشوال اكبر من التارجت هتطلع الايموجي ده، او شكل الايكون معين مثلا علامه تشيك او سيركل او ايموجي معين تقدر ان انت تضيفه جوه الداتا. فدي بتبقى اوقات مهمه ان انت العين دايما بتروح للبيكتشرز او بتحفظ اكتر البيكتشر. يعني دايما الصوره ب1000 كلمه، فهنا البيكتشر هتوصل لك المسج او هتقدم المسج. هنا لو انا افتكرت الداشبورد هفتكر 733,000 ولا هفتكر ان الارو كان اب او ان في زياده عندي حاصله في السيلز. هو ده المهم ان انت تستخدمه. في اوقات كتيره استخدام الايكونز او الايموجيز هنا اللي احنا استخدمناها، طبعا بنستخدم حاجات بروفيشنال اكتر، بتبقى مهمه جدا ان هي توصل المسج بتاعتك ان انت تقدر تقدم الداشبورد بشكل افضل، وتفضل في الذاكره مده اطول المسج بتاعتك للاودينس او الشخص اللي انت بتعرض له الداشبورد. شكرا ليكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد قريب باذن الله. السلام عليكم.